طلعت طماعة أوي الست دي، طبعًا الراجل ده كان واخدها وطالع على العربية، بس هي حصل منها موقف غريب جدًا، شافت الراجل التاني ده بيعد في الفلوس سابته وراحت لده، فابتسم ليها قال لها أنتِ جيتِ في المكان الغلط، جه بقى المدير بتاعه قال له تمام، قال له خد يابا الفلوس بتاعتك أهي، قال له اغسل العربية بسرعة علشان الراجل مستعجل وعاوز يركب العربية وبيقول إن هو خارج، طبعًا هو كان بيقول إن هو خارج مع المُزة دي، الست شافت طبعًا إيه اللي بيحصل ده. فبيقول له اغسل كويس، اغسل كويس، طبعًا سابت ده وراحت رايحة للراجل اللي ادّاله الفلوس، قالت له زي الفل تعالَ نخرج مع بعض، ما ردّش عليها، جه الصغير ده قال له اتفضل يا كبير الفلوس بتاعتك، وقال له خُد يا ابني مفتاح العربية إيه عشان أنت اللي تسوق، ده طلع السواق بتاعه، فقال لهم إيه أنا جزمتي متوسخة اغسلوها لي، غسلوها، قال لهم بفلوس يا كلاب، يا كلاب، غسلوا له الجزم بتاعته وروّقها له. طبعًا والست واقفة مستغربة جدًا إيه اللي بيحصل ده أنا كنت خارجة معاه في البداية، إيه اللي بيحصل ده اللي أنا شايفاه ده حقيقي والّا مش حقيقي؟ طبعًا الموقف ده غريب جدًا بالنسبة للست دي، إيه ده؟ ادّى له 2 جنيه قال له تمام تسلم إيدك كده، أخد العربية وطلع إيه، يمشي بالعربية، طبعًا عاوزة توقّفه طبعًا ما وقفش لإنها موقف زبالة جدًا حصل منها، الراجل ده بقى قال لها أنا معايا 2 جنيه ينفع نخرج بيهم والّا إيه؟ قالت له غور بقى أنت عرفتني، أنت طيّرت عليَّ الزبون ده تحميل عرفتني، إيه الفرق